خليك مع عبد الحميد، هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل، واي حاجه ليها تعديل. طبعا دي اوكرا مش بي ام ولا حاجه، بس هو الراجل جايبها 100 حته وبيقول لك انت اللي بتقول برجع القديم جديد. فانا عايز ارجع الاوكرا ديت. طبعا هو فيه جايب لي فرش بيبان يتصلح وحاجات كتيره، بس دي الارجنت اللي فيهم، دي الحته الخاصه اللي فيهم اللي هي ممكن تبقى صعب. انا ما خلي بالكم يا جماعه، انا ما بعملش اي فيديو غير لما يكون صعب ورخم، يعني صعب جدا، وبناء عليه ببتدي اعمل الفيديو. اما بالنسبه مش ده كل اللي انا بعمله، انا بعمل حاجات كتير جدا، بس باختصار هنا احنا بندور الورده، بنقللها شويه عشان تخش في المكان ده، عشان نركب ورده حديد ونلحم فوقيها، وبعد كده المسمار مهما ما يربط هيكون عافي جدا. طبعا هي الاوكرا فيها تفاصيل كتير، معلش الفيديو ممكن يبقى طويل شويه، ومعلش اللي اتفرج عليه عشان تستفيد، اللي عايز يستفيد، واللي مش عايز يستفيد يقدر حضرته يجري الفيديو ويشوف قبل وبعد، واللي برضو معترض على كلامي الكتير يقدر يجري الفيديو، واللي معترض علينا شخصيا يقدر ما يتفرجش علينا. لكن في الاول وفي الاخر كل الناس على راسي. طبعا في ناس كتير بتقولك انت بتتكلم كتير، انا لازم اتكلم كتير علشان اقدر اشرح لاخواتي وحبايبي طبعا اللي ممكن يبقوا صناعيه او شغالين في اي حته او صاحب عربيه. على فكره كتير جدا كلموني صحاب عربيات هم فنيين بيحبوا يشتغلوا في عربيتهم بايديهم، وناس كتير بتقول انا بستفيد منك، وانا اللي بستفيد من الكل. طبعا كل الناس على راسي وكل الناس احسن مني. اما بالنسبه لاي فيديو انا بعمله علشان لو حد في مكان بعيد او مكان اخر يقدر يستفيد. طبعا الناس سابوا كل الدماغ وان احنا نعمل الحاجه صح ونقدر نشوف لكل حاجه حل، زي مثلا الورده اللي ممكن ما يبقاش ليها لازمه دي، بس ليها لازمه عند الرباط وعند مسكه الاوكرا وما تكسرش تاني ان شاء الله. طبعا طبعا سابوا كل حاجه، يقول لك الماده 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 الماده. على فكره يا جماعه في مليون الف حاجه بتلحم، ولكن مش كل واحد يقدر، مش في مليون واحد بيشوف لكل حاجه فكره. موضوع الفكره ده مهم جدا، وده اللي انا بعرضه لكم كل مره، وليس بعرض الماده. المادة يا جماعة زي ما قلت متكونة من 10 أصناف، وأولهم علب البيئة، وما أعتقدش إن حد هيفرم علبة بيئة عشان يعمل ده. طبعا ممكن ببرادة حديد، ممكن ببودرة تيل، ممكن ببرادة حديد، ممكن ببودرة تيل، ممكن بحاجات كتيرة قوي تلحم، ممكن ببودرة تلج. هنا احنا بنلمح اللاين عشان نطلع كل حاجة مظبوطة زي ما انتم شايفين. خليكم معايا لآخر الفيديو نكمل بقية الشرح للناس. اللحام ليه 100 طريقة، ولكن الفكر ملوش 100 طريقة. الفكر فكر، والناس اللي بتفكر دي صحابات الابتكارات او صحابات الاختراعات او صحابات الدماغ الشغالة. طبعا الدماغ الشغالة دي بتكون محتاجة ان انت تكون بتشغل دماغك، ما تعطلهاش خالص. وزي ما اتفقنا ان كل حاجة ليها حل. طبعا احنا بطلنا بقى حتة ان دي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش، عشان طبعا مش كل حاجة موجودة، واحنا قد يكون عندنا عربيات قديمة كتير جدا ولازم نلاقي لها حلول. وزي ما اتفقنا قبل كده ان طول ما انا موجود بفضل الله ويطلع منا اجيال كتير واحسن مني كمان، مش هيكون في حاجة اسمها عربيتك قديمة وملهاش قطعة غيار. بأمر الله كل حاجة لها حل. زي ما انتم شايفين ابسط امور الاوكرا البسيطة دي. تعالوا نشوف الاوكرا البسيطة دي هنعمل فيها حاجة مهمة جدا 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 هتشوفوها دلوقتي. مش بس اللحام، ازاي نبني ودن تانية ونطلع الحاجة مظبوطة وزي الفل. خليني اقول لكم واشرح لكم ان احنا ازاي بنعمل الشغل او بنوصل ازاي للحل. ده مهم جدا يا جماعة. مش معنى ان الراجل جاي لي باوكرا مش بي ام او مش حاجة في المجال اللي انا شغال فيه فمش هعملها له. وما بحترمش الصنايعي اللي يقول لك انا ما بشتغلش في دي. مفيش حاجة اسمها ما بشتغلش في دي. طالما شغال في تخصص حاجات معينة ما تقولش لأي حاجة لا، غالية او رخيصة. غالية او رخيصة ضروري جدا، والزبون ملوش دعوه انت بتشتغل في موديلات كام. هو مش هيبيع عربيته او يرميها في الزباله عشان انت بتشتغلش في الحاجات دي. على فكره الصنيع الشاطر بيشتغل في كل حاجه، زي الناس القديمه جدودنا او الناس القدماء ابهاتنا اللي هم كانوا اصلا بيعملوا اي حاجه ومفيش حاجه لا. زي ما كان راجل في اقاليم زمان بيصلح خلاطات، بيصلح كاسيتات، بيصلح غسالات، بيصلح اي حاجه تقابله، ما دام هو عنده فكره الصنعه يعمل اي حاجه. وبلاش نكسر بخاطر الزباين، ولا انا ما اشتغلش في الموديل ده، وانا كهربائي بتاع الموديل كذا، وانا ما بلحمش الا موديل كذا، وانا ما بمدش ايدي الا في موديلات كذا. لا يا عم، ده جاي لي بعربيه قديمه. الله يسهل للناس كلها. هو بيقول لك ساعدني، وكلنا بنساعد بعض. الدكتور بيساعدك وانت بتساعد الدكتور في عربيته،
كلنا بنكمل بعضكم فوق بعض درجات، دي في كل شيء. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. بصوا احنا هنا بنشتغل بدقه وبنجلخ وبنصنفر، وبعد كده بشتغل بالقطر، يعني بعد ما بنعم بالصاروخ او بشتغل بالقطر انعم بيه ازاز، عشان هنا ما ينفعش يتحط معجون يطقطق، خاصه اللحام لازم يبقى فيه سلك اللي هو مقوي مع الماده اللي انا بعملها، عشان دي اكره وعليها حمل. هل الاكره بعد ما تتعمل كده هتتكسر تاني؟ لا طبعا. اما بالنسبه لسوء الاستخدام، على اي وضع حتى لو ما كانتش مكسوره هتتكسر. سوء الاستخدام يعني واحد بيتعامل مع الاكره بعافيه، او مثلا الاكره الواير معلق فبيشدها جامد فبيكسرها، فاكيد طبيعي مش هتقول له مش هتتكسر، هتتكسر بس مش مكان اللحام بتاعي، هتتكسر مكان تاني، لان انا اعتبر لحام حديد 100%. هنا احنا بنحط المسمار وبنحط عليه عازل اهو، عشان نعدي المسمار في مجرى هنا دقائقه فيها قوي مش موجوده. المجرى اللي مش موجوده دي بقى انا هلحم عليها اهو، بحط طبعا امير والماده على العازل، مش هيمسك طبعا على العازل، طبعا هتمسك الجنبين، وبحط سيخ صغنن اهو، رققوا فيه كده يا جماعه، سيخ صغنن اهو علشان اعمل عصب برضو، وهلحم اهو بدقه. ركزوا في الجمله دي قوي عشان دي اهم حاجه في الاوكرا، يعني قد ايه انت فنان وقد ايه في فن. مش بقى بتكلم عن نفسي، انا عايز اقول ان لازم تبقى انت فنان، لازم يبقى كل الناس اللي بتشتغل الحاجات الدقيقه الصغنونه دي، هو ده الفن يا جماعه، مش الحاجات الكبيره. على فكره الحاجات الكبيره ممكن اي حد يقدر يعملها، لكن الصغنن قوي ده عايز طولة بال وفكر، ولازم يكون بالك طويل وعندك دماغ كده عشان تعرف تركز وتطلع الموضوع ده. بعد ما لحمنا طبعا بنعمل الوظه مكان مخ المسمار عشان هنطلع بيه تاني. تمام، زي ما انتم شايفين احنا طلعنا الحمد لله، بقينا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. تمام، عملنا ودن زي الودن. تمام، وطبعا الشغل ده عافي جدا وقوي جدا، وعملت سيخ حديد برضه عشان ما تبقاش ضعيفه، لان دي اكره وعليها حمل. طبعا بقت الدنيا راكبه زي الفل. خليكم معايا لاخر الفيديو. طبعا احنا هننضف شويه حاجات كده عشان ايه، ما يبقاش فيه رايش، ما يبقاش فيه حاجه، والشغل يطلع محترم. تمام، وودن هتبقى زي الودن في الاخر، والحمد لله ليها حل. يعني ما اعتقدش ان واحد هتقول له روح اعمل لي ودن يقول لك اوكي، اقول لك الودن دي ما تنفعش، دي اتكسرت يا باشا ارميها وشوف لك واحده تانية. عندي ما فيش حاجه اسمها ارميها وشوف لك واحده تانية، عندي احنا بنغير حال الدنيا، بنرجع القديم جديد، وده المفيد. كل يوم هتشوفوا جديد ان شاء الله. بصوا الاكره وهي بتتجمع، حتى السوسته هتطلع مش مظبوطه في مكانها، احاول اعدلها واتني الحته اللي هي مش مظبوطه عليها، اعمل منيم يعني، هعمل منيم يعني، وعملت منيم اهو الحمد لله. وهبتدي اركب الخابور بتاعي، وبعد كده بركب التيله، وكل حاجه تركب زي الفل، والاكره تشتغل وترد تاني لوحديها. ده مهم جدا ان انت تكون عندك نظره فنيه، وتكون عندك لمسه فنيه، وتكون كلك على بعضك فني عشان تطلع الحاجه مظبوطه بفضل الله. ربنا يوفق الناس كلها. وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا، وشكرا لكل الناس المحترمه اللي بتدينا تشجيع وبتدينا بوش لحاجات تانية اقوى. طبعا الاكره بعد ما اترشت وركبت ما شاء الله، بشكر كل الناس المحترمه وكل الناس اللي بتحيينا. ومش عايز اقول ان غير ان كل واحد بيعمل خير بيلاقيه، ازرع تحصد، وربنا يكرم الجميع. وقصدي والله من كل فيديوهاتي مش ان انت تجيب تصلح عندي، ان انت تبقى عندك خلفيه ان ده بيتصلح ويرجع تاني سليم بعد ما كانت رايحه في 60 دقيقه رجعت تاني. طبعا بفضل الله وبامر الله وبتوفيق ربنا وبدعواتكم الجميله احنا بنطلع كل حاجه زي الفل. بشكر كل الناس المحترمه. استنونا في فيديو جديد طبعا، وفكره جديده وحل مشكله جديده. هنا طبعا وانا بركب في الباب اهو، عشان في ناس تقول لك انا عايز اركب في الباب بالكليبس بكل حاجه يا جماعه، عشان ما حدش يجي يقول لي مفيش حاجه بتركب. استنوني طبعا في فيديو جديد، فكره جديده، حل مشكله جديده، وربنا يوفق الجميع. تحياتي لكل الناس. ولا اكن في اي حاجه ولا اتكسرت ولا اي حاجه، زي الفل ما شاء الله، ولا معجون ولا اي حاجه. الى اللقاء.